السلام عليكم شابات شباب، جبت لكم اليوم واحد الوصفه بالرماد، رماد الفحم. كتقضي على حب الشباب مره، وكتعطيكم واحد البشره نضره، وكتساعدكم في تقشير البشره ديالكم بلطف. هاد الوصفه ديال الرماد هي ديال الجدات. انا براسي كنت شابه وكنت كنعاني من حب الشباب، وهذه هي الوصفه اللي هناتني من حب الشباب، كانت دارتها ليا الام ديالي. اذا بقاو معايا باش نوريكم الرماد كيفاش كتاخدوه. بعد ما كتشعلوا الفاخر وكيهبى، كتاخذوا الرماد، غير داك الرماد الفوقاني اللي كيبقى على اللهيب، ما تاخذوش الفحم. نعاود نكرر، غير داك الرماد الرقيق نظيف كيبان لكم راه نقي. كتعزلوه غير بشويه من الفوق. هاد الوصفه راه كتساعدكم في تقشير الطبقه الخارجيه كيف قلت لكم بلطف، وكتمنحكم ترطيب العميق، وكتهنيكم من حب الشباب بمره، لانها كتنشط الدوره الدمويه، وبالتالي كتحفز البشره على انتاج الكولاجين. وعلى فكره الرماد راه كيناسب جميع انواع البشره. ها هو يا الرماد. هاد الوصفه كديروها بالرماد والحامض اي الليمون. وبالنسبه للناس اللي عندهم تحسس من الحامض يقدروا يديروا ماء الورد، ولكن النتيجه اللي غيعطيها لكم الحامض في مره غيعطيها لكم ماء الورد في 3 ديال المرات. يعني بالحامض غادي تكون احسن. كتاخذوا معلقه ديال الرماد، كتزيدوا معاها معلقه ديال الليمون الحامض. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش الحبوب وبغاو يديروا هذه الوصفه ممكن، ولكن ديروها مره في الشهر. كتساعدكم على غلق المسام، وكتساعد البشره الدهنيه، وكتخلصكم من الرؤوس السوداء خلال وقت وجيز. شوفوا ملي درت الحامض على الرماد كيفاش تفاعل. هذا هو الغرض منه، انه كيتغلغل في البشره وكينظفها لينا بعمق، وكيتحكم في الغدد اللي كتفرز لينا الزيوت، وبالتالي يعطينا نتيجه زوينه للناس اللي عندهم حب الشباب. على بشره نظيفه كديروا طبقه من الماسك. انا غادي نطبقها على وجهي قدامكم، واخا ما فياش الحبوب، ولكن هذه الوصفه كنديرها مره في الشهر. على بشره نظيفه كديروا طبقه ديال الماسك على الوجه ديالكم. بعد ما كينشف شويه انتم غتشوفوا معايا المرحله. كديروه وكتبقاو 10 ديال الدقائق. من بعد كتاخذوا البانسو وكتهزوا الرماد وكديروه على اي بلاصه عندكم فيها الحبوب، وكديروه في الانف ديالكم وتحت الذقن، المناطق اللي كيكونوا فيهم الرؤوس السوداء. بالنسبه للناس اللي عندهم الحبوب يقدروا يديروا هذه الوصفه مره حتى لجوج مرات في الاسبوع. وبالنسبه للبنات اللي ما عندهم لا حبوب لا والو يقدروا يديروها مره في الشهر كيف قلت لكم. بعد ما كينشف الماسك شويه هكذا كتبقاو تهزوا الرماد بالبانسو، وكتحطوا على اي بلاصه عندكم فيها الحبوب، وكديروه ضروري على الانف. انا ما فياش الحبوب هنا كنقلب ما بانش ليا، ولكن كندير في الانف وفي البلايص اللي عندي فيهم المسام مفتوحين باش كيتغلقوا. صافي، وكتغسلوا الوجه ديالكم وكدهنوه بماء الورد. بصحه والراحه والى اللقاء.